سريعا هنقول لحضراتكم تشكيل الفريقين. هنبدأ بصاحب الأرض فريق النادي الأهلي: أحمد عادل عبد الرحيم رقم 80، محسن رمضان رقم 5، راضي محمد راضي رقم 9، إبراهيم محمد إبراهيم رقم 24، محمد سليمان محمد 55، أحمد هشام حسن 79، عبد العزيز إيهاب رقم 11، عبد الرحمن عادل رقم 10، أحمد مصطفى خيري أحمد خيري رقم 17، ياسر سيف رقم 72، نبيل شريف رقم 2، عمر خالد حسنين كاستيلو رقم 98، عمر سامي 19، محمد إبراهيم رقم 97، عبد الرحمن طه رقم 16، محمد مجدي إمام رقم 62. قيادة فنية للنادي الأهلي مستر ديفيد ديفيز مدير فني، كابتن محمد إبراهيم مساعد مدرب أو مدرب عام، كابتن عمرو عصام علاج طبيعي وإصابات ملاعب، مستر فينيو لوزيرت مدرب حراس مرمى. بيمثل فريق نادي الشمس أحمد إبراهيم طه رقم 1، محمد محسن رقم 44، سيد طارق رقم 11، محمد أسامة رقم 4، عمر أشرف رقم 13، محمد عادل رقم 5، أحمد سعد رقم 65، عمر جمال رقم 90، محمد أشرف رقم 10، عبد الرحمن إبراهيم رقم 66، محمد عبد العظيم رقم 55، محمد أبو العطا رقم 99، علي محمد أنيس رقم 9، عمر يوسف رقم 75. الجهاز الفني والإداري لنادي الشمس: كابتن محيي عبد المنعم مدير فني، كابتن محمد مصطفى مدرب حراس مرمى، كابتن علي محمد علي أخصائي إصابات ملاعب وتأهيل، كابتن أحمد محمود هوجن مسؤول إداري. بيحكم لقاء النهارده او بيدير لقاء النهارده تحكيميا كابتن تشارل ليشع وكابتن وائل حماده منطقه اسيوط، ومعاهم على الترابيزه او على الطاوله بقى مسجل ومقاطي كابتن سيف هشام ومقاطي كابتن محمد منير. مراقب فني للمباراه حكم الدولي السابق كابتن حسان عبد الستار. ما زلنا اعزائي المشاهدين في انتظار صافره بدايه اللقاء. مجهود كبير الحقيقه بتقوم به اللجنه العليا لدوري محترفي مصر لكره اليد برئاسه المهندس عاصم السعدني، وكل مجموعه العمل او فريق العمل المساعد طبعا. مجهود كبير فريق التصوير والبث المباشر، نقل اكبر عدد من المباريات دوري المحترفين رجال ودوري مواليد 2006. النهارده بننقل لحضراتكم 3 مباريات مواليد 2006 و3 مباريات لفرق الرجال. بنستعد اعزائي المشاهدين لانطلاق صافره البدايه. كابتن محيي عبد المنعم طبعا المدير الفني نادي الشمس في ثاني لقاءاته كقياده فنيه لنادي الشمس، مستر ديفيد ديفيز طبعا المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني والحالي للنادي الاهلي. وعلى بركه الله وتوكلنا على الله، احداث لقاء مباراه النادي الاهلي ونادي الشمس. والارسال كان مع فريق الشمس. البدايه في الهاف احمد سعد اللي بينقل الكرة وفي تبديل مراكز هنا. بيحاول فريق الشمس ياخد المبادره وتمريره على ال6 متر، انما قطع لسير الكرة بتميز جدا فريق النادي الاهلي اللي بيحاول يبدا الهجمه من البدايه. راضي في الهاف اللي طالع عليه رقم 66 عبد الراضي.
مرة تانية راح لرايت باك، إشارة تحذيرية باللعب السلبي، كرة على ال6 متر. الله 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 يا ولد، الله الله، كرة متقنة جدا على ال6 متر، وأول أهداف اللقاء يحرزه اللاعب رقم 72 لاعب النادي الأهلي اللي استلم الكرة بشكل متميز جدا على ال6 متر، ياسر سيف، ويحرز أول أهداف اللقاء. مرة تانية فريق الشمس اللي بيحاول بقى وتصدي، تصويبه وتصدي هنا بشكل متميز جدا من حارس النادي الاهلي محمد ابراهيم. مره تانية الاهلي في هجوم سريع مباغت على ال6 متر، بيستلم الكوره وبيحرز الهدف الثاني عبد الرحمن. 2-0 في الدقيقه الثانيه من احداث الشوط الاول. استلم الحقيقه عبد الرحمن بشكل متميز جدا على خط ال6 متر وصوب واحرز الهدف الثاني. فريق الشمس اللي هيحاول يدخل في اجواء المباراه باحرازه للهدف الاول وانهاء الهجمه. بقى هنشوف انهاء الهجمه هيكون ازاي، في تبديل مراكز هنا، بيطلع تاني في الهاف، بيحاولوا يجدوا ثغره في دفاعات النادي الاهلي. مره تانيه اشاره تحذيريه باللعب السلبي من حكمي اللقاء، وفعلا 4 تمريرات من فريق الشمس. ومره تانيه لهجوم سريع جدا جدا جدا، الهدف الثالث. الله 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 على السرعه، الله الله على بصمات مستر ديفيد ديفيز، الحقيقه عامل شغل عالي جدا 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 وشكل متميز جدا لفريق النادي الاهلي. يحرز الهدف الثالث احمد هشام حسن رقم 79 من هجوم خاطف لفريق النادي الاهلي، اللي زي ما حضراتكم سامعين بعض من الجماهير القليله طبعا مسموح بتواجدهم بيشجعوا فرقه النادي الاهلي وفريق الشمس اللي بيحاول يعمل خلخله في دفاعات النادي الاهلي من خلال تبديل المراكز وايجاد ثغره للمرور من دفاع او من دفاعات النادي الاهلي. انما رميه حره بيشير حكام اللقاء بصالح فريق الشمس. مرة تانية رقم 66 عبد الرحمن، رمية حرة على التمرير. عبد الرحمن مرة تانية في الليفت باك رقم 65 أحمد سعد، اللي بيلعب في الرايت باك بيحاول يعدي، إنما في إشارة تحذيرية باللعب السلبي. 4 تمريرات مسموح بيهم لفريق الشمس. هنشوف وهنتابع حضراتكم كيفية إنهاء الهجمة بالتصويب، إنما تصدي متميز جدا وبيخرج الكرة حارس النادي الأهلي محمد إبراهيم. مرة تانية هجوم وخاطف، إنما قطع لسير الكرة من فريق الشمس اللي بيحاول يعمل هجومه الخاطف، إنما رمية حرة بيوقفه بشكل متميز ياسر سيف في منتصف الملعب. ما زالت النتيجة أعزائي المشاهدين 3-0 في الدقيقة الخامسة من أحداث الشوط الأول. بنفكر حضراتكم إن احنا بننقل لحضراتكم مباريات أخرى من صالات نادي الزمالك وصالة نادي طلائع الجيش. أول عقوبة في المباراة بيشير الكابتن وائل حمادة بإنذار لعبد الرحمن رقم 10 فريق النادي الأهلي. أول عقوبة في اللقاء. مرة تانية 65 أحمد سعد اللي بيلعب في الهاف رقم 5 محمد عادل اللي بيروح على الدايرة. مرة تانية عبد الرحمن اللي بيحاول يدخل من الله 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 يا ولد، الله، تصدي رائع من ياسر سيف اللي عامل مباراة رائعة لحد دلوقتي الحقيقة، وبيشجعوا بقى زميله عبد الرحمن طه بره، وكرة على ال6 متر وهدف، الهدف الرابع. 4-0 4-0 الدقيقة السادسة من أحداث الشوط الأول. مرة تانية فريق الشمس 66 عبد الرحمن عبد الخالق، 65 أحمد سعد اللي راح بقى في
ليفت باك اللي بيحاول يعدي انما بيقطع سير الكرة. الله يا سيسا، الله يا ولد يا ولد يا ولد. هنشوف وهنتابع. وهدف، هدف لعيب راجل جدا جدا ومتميز. وهنا الوقت المستقطع بيطلبه كابتن محيي عبد المنعم المدير الفني لفريق نادي الشمس. 5-0 حتى الآن أعزائي المشاهدين. هنشوف وهنتابع تعليمات كابتن محيي عبد المنعم بقى للدخول في المباراة وإحراز الهدف الأول. كابتن محمد حنيدة المسؤول الإعلامي بالاتحاد المصري لكرة اليد. كابتن محمد، احنا بننقل النهارده أحد مباريات الجولة الخامسة لدوري مصر لمحترفي كرة اليد. كابتن محمد، كلمنا كده عن شكل بقى النقل او البث المباشر اللي فريق العمل بيقوم بيه. كابتن محمد حنيدة، النهارده كابتن محمد زي ما متابعين مع مشاهدينا الملاعب بوجود الجماهير في صحوه موجوده في دوري المحترفين بالتشجيع الجماهيري اللي موجود في سواء في صاله النادي الاهلي او في صاله نادي الزمالك او في صاله المركز الاولمبي بالمعادي. جميع الصالات بنشوف دلوقتي متابعه من الجماهير سواء من الملعب او سواء من خلال البث المباشر. الخدمه اللي بيوفرها الاتحاد المصري لكره اليد لنقل اكبر عدد ممكن من مباريات دوري المحترفين هذا الموسم. كل الامنيات الطيبه ان شاء الله كابتن محمد لجميع الانديه وجميع الفرق في تقديم عروض قويه. الدوري بقى ليه شكل تاني، بقى ليه شكل كويس جدا في متابعه دلوقتي، والناس دلوقتي بتسال على البث المباشر وعلى نقل المباريات. بالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله، واللي جاي يكون افضل ان شاء الله. على تصويب الرمية الجزائية محمد عادل السيد واول اهداف اللقاء. وتعليمات بقى كابتن محيي عبد المنعم خلال الوقت المستقطع يمكن هدف على طول 5-1 ودخول لاجواء المباراه من لاعبي فريق نادي الشمس. 5-1 الدقيقه 7 من احداث الشوط الاول، واستلام ورميه جزائيه بيشير كابتن وائل حماده. وانذار للاعب رقم 10 محمد اشرف سيف مدافع فريق الشمس. على التصويب رقم 19 عمر سامي، عمر سامي. وهدف، هدف 6-1 في الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الأول. مرة تانية فريق الشمس بيحاول يبدأ الهجمة من الخط الخلفي من خلال خلخلة بقى لدفاعات النادي الأهلي وتبديل المراكز وتصويب هنا، إنما البلوك بشكل رائع جدا جدا من اللاعب ياسر سيف لاعب النادي الاهلي. تخرج رميه ركنيه بتتلعب سريعا. 65 احمد سعد اللي بيلعب لعبد الرحمن في الليفت باك اللي بيتعمل عليه رميه حره من اللاعب. دفاعات قويه جدا من النادي الاهلي. بيحاول فريق الشمس ان هو يخترق دفاعات القويه للنادي الاهلي، انما في رميه حره. وبيشير كابتن وائل ان في 3 تمريرات مسموح بيهم من خلال الاشاره التحذيريه باللعب السلبي. هنشوف وهنتابع اعزائي المشاهدين. وقطع لسير الكره، انما في هنا رميه حره وتمريره وحيده، تمريره وحيده لصالح الشمس. لازم هنا يكون في تصويب من لاعب الشمس ورميه حره مره ثانيه، وما زالت التمريره قائمه. تمريره وحيده لصالح فريق الشمس. لابد من التصويب وتصدي رائع من حارس الاهلي اللي بيقدم مباراه متميزه جدا محمد ابراهيم. مره ثانيه بيحاول بالمهاره يعدي. الله 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 يا ولد، الله 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 الله. عدى بمهاره كبيره جدا 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 وصوب على يسار الحارس محمد سليماني. يمكن نجم النادي الاهلي عدى بمهاره وصوب على يسار
احمد ابراهيم حارس نادي الشمس يحرز الهدف السابع. 7-1 الدقيقة العاشرة من احداث الشوط الاول. مرة تانية فريق الشمس حاول يعدي بمهارة انما رمية حرة. تقفيل دفاعي متميز جدا من فريق النادي الاهلي. محاولات قوية جدا ايضا من فريق الشمس لايجاد ثغرة للمرور من الدفاع. هنشوف وهنتابع، اكيد هيكون في تعليمات من كابتن محي بالتصويب من خارج ال9 متر بقى او بالمهارة. الله الله الله، بيعدي فعلا بمهارة كبيرة جدا 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 اللاعب رقم 66 عبد الرحمن ابراهيم، انما تصدي من محمد ابراهيم حارس الاهلي اللي بيقدم مباراة حتى الان متميزة جدا. الله الله يا ولد، وهدف، هدف بيدخل بمهارة احمد سعد وبيحرز الهدف الثاني. 7-2. مرة تانية بيحاول سيف، يا ولد يا ولد يا ولد، تصويبة للمرة الثانية يمكن وبيحرز سيف. هدف 8-2. دقيقة 11 من احداث الشوط الاول. 8-2 النتيجة لصالح النادي الاهلي. مرة تانية فريق الشمس اللي بيحاول خلال دفاع عمر اشرف اللي بيحاول على التصويب، وهدف، هدف من تصويبه زي ما بنقول لحضراتكم. الحل اكيد في التصويب. اللاعب عمر جمال بيصوب وبيحرز الهدف الثالث لصالح فريق الشمس. كابتن محي طبعا في ثالث لقاءاته مع فريق الشمس. دقيقة 12 من احداث الشوط الاول. تمرير في الخط الخلفي، بيحاول مرة تانية محمد سليمان المهاري جدا اللي بيلعب كرة بمنتهى المهارة على ال6 متر وبيستلم. الله 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 يا ولد، الله الله، بيستلم راضي الحقيقة على ال6. وجد لنفسه مكان متميز جدا على حدود منطقة المرمى، بيصوب في مرمى الحارس احمد ابراهيم وبيحرز الهدف التاسع. 9-2 فرق 7 اهداف. دقيقة 13. مرة تانية فريق الشمس هنشوف هيتعامل ازاي مع دفاعات القوية جدا للنادي الاهلي. معاها مدرب كبير مستر ديفيز الاسباني، طبعا سبق توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر الوطني في 2019 مونديال 2019 وحقق بيهم مركز الثامن. مستر ديفيز. مرة تانية بيحاول عبد الرحمن سيطرة على الكورة لما بترجع مرة تانية الفريق الشمس اللي بيحاول بقى بكل مهارة. عدى، الله الله يا ولد، عدى بمهارة عالية جدا 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 احمد سعد نجم فريق الشمس المتميز، وبيعدي عبد الرحمن من ناحية الشمال في الليفت باك وبيعدي بيعمل الخداع وبيصوب في مرمى احمد ابراهيم وبيحرز الهدف العاشر. 10-4 لصالح فريق النادي الاهلي. دي 14 من احداث الشوط الاول. دي 14. ما زال تحضير للهجمه. خط الخلفي راح ناحيه رايت باك، رجع مره ثانيه بيحاول يجد ثغره على 6 متر. وسيسا، سيسا، يا سلام يا سيسا، يا سلام يا ولد، لاعب كبير كبير كبير. سيسا رقم 79 نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر بينفرد باحمد ابراهيم وبيحرز الهدف ال11. 11-4 11-4 فرق 7 اهداف. مرة تانية هنشوف تعليمات كابتن محي عبد المنعم. في تعليمات اكيد بالتصويب، انما تصدي هنا متميز جدا من احمد ابراهيم اللي بيلعب سريعا وهجوم خاطف من النادي الاهلي.
محمد سليمان اللاعب المتميز حتى الان الحقيقه في مباراه النهارده. وقفوا على الكوره وتحضير مره ثانيه، تحضير للهجمه. عبد الرحمن في الليفت باك، هنشوف وهنتابع. بيلعب الكره للليفت وينج رقم 72 ياسر سيف، انما رميه حره هنا لصالح فريق النادي الاهلي. هنشوف عبد الرحمن، الله 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 على التصويب، الله الله على التصدي. تصدي متميز جدا جدا من الحارس احمد ابراهيم مع حارس فريق نادي الشمس. ما زالت النتيجه 11-4 منتصف الشوط الاول. اعزائي المشاهدين، مشاهدي الصفحه الرسميه لدوري مصر لمحترفي كره اليد، يسعدنا طبعا متابعه حضراتكم في البث المباشر لثلاث مباريات اليوم. الحقيقه مجهود كبير بتقوم به اللجنه العليا لدوري مصر المحترف في كره اليد. الله 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 على الكره في اقصى اليمين، انما تصدي متميز جدا من محمد ابراهيم، وبتخرج الكره من اللاعب رقم 55 محمد سليمان. بتخرج رميه جانب بتتلعب بسرعه من لاعبي فريق نادي الشمس. ما زالت النتيجه 11-4، فرق 7 اهداف. في ايقاف الوقت هنا اعزائي المشاهدين، وايقاف لمده دقيقتين. قرار كابتن تشارل اليشع للاعب النادي الاهلي رقم 72 ياسر سيف. نقص عددي للنادي الاهلي، وفي بقى نازل النجم الكبير المخضرم كابتن النادي الاهلي كابتن محمد ابراهيم على التصويب رميه 7 امتار. نازل في الدفاعات، معذره اعزائي المشاهدين، في دفاعات النادي الاهلي محمد ابراهيم. مجهود كبير بقول لحضراتكم طبعا بتقوم به اللجنه العليا دوري مصر للمحترفين برئاسه المهندس عاصم السعداني، من خلال خطه يمكن اعلاميه لبث عدد اكبر وتغطيه عدد اكبر من مباريات دوري المحترفين المصري للرجال، وكذلك دوري المرتبط مواليد 2006. يمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا من خلال الصفحه الرسميه، النهارده في 6 مباريات بننقلهم لحضراتكم من 3 صالات مختلفه. مجهود كبير الحقيقه بيعملوا فريق العمل باللجنه العليا لدوري مصر للمحترفين برئاسه المهندس عاصم السعداني، وكل فريق العمل المميز. الحقيقه بيسعدنا اكيد متابعه حضراتكم، وهدف مميز جدا جدا من خلال التصويب من خارج 9 متر من لاعب النادي الاهلي احمد عادل. الله يا ولد. محسن رمضان بيحرز الهدف ل 12-4، فرق 8 اهداف. وبيرد على طول رقم 90 عمر جمال بالتصويبه ايضا من خارج 9 متر. 12-5. ما زال النقص العددي لفريق النادي الاهلي هيكتمل بعد 40 ثانيه تقريبا. 12-5 اعزائي المشاهدين، الدقيقه 18 من احداث الشوط الاول. بنذكر حضراتكم بمتابعتنا من خلال الصفحه الرسميه لدوري مصر لمحترفي كره اليد. النهارده بننقل لحضراتكم طبعا مباراه نادي الاهلي ونادي الشمس اللي بتتلعب في الوقت الحالي. هيكون في طبعا مباراه نادي الزمالك ونادي اصحاب الجياد مواليد 2006، دي كانت الساعه 4. في مباراه نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي هتتلعب في تمام 6 مساء بالصاله المغطاه بنادي الزمالك. هيكون ايضا اعزائي المشاهدين مباراه نادي طلائع الجيش ونادي الترسانه لفرق المرتبط مواليد 2006 الساعه 4 مساء على الصاله المغطاه بنادي طلائع الجيش. ايضا مباراه طلائع الجيش ونادي هليوبلس لفرق الرجال في تمام الساعه 6 مساء. وهدف هنا لصالح فريق الشمس من خلال رميه جزائيه احرزها لاعب فريق الشمس محمد عادل رقم 5.
12-5 النتيجة أعزائي المشاهدين. بنلعب في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول. 12-6 النتيجة، فرق 6 أهداف. أحمد خيري في الهاف، لاعب دولي طبعا كبير أكيد، وكان ليه تجربة احترافية مميزة جدا أحمد خيري. ورمية حرة بيشير حكام اللقاء لصالح اللاعب محمد مجدي إمام رقم 62. مرة تانية أحمد عادل على التمرير، الرمية الحرة. محسن رمضان، الله 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 يا محسن، إنما إيه في القائم. محسن رمضان لاعب كبير، بدأ مسيرته طبعا من نادي هليوبلس. محسن رمضان لاعب دولي كبير جدا، والنهارده يمكن بنشوف اداء متميز من فريق النادي الاهلي حتى الان، ومحاولات من فريق الشمس بقياده مدربهم المتميز طبعا كابتن محي عبد المنعم، اللي بيحاول تضييق الفارق بقى والدخول في اجواء المباراه. وتصويبه هنا انما بتفقد قوتها من خلال البلوك اللي بيعمله الخبره الكبيره محمد ابراهيم. وكره بسرعه انفراد لسيسا، سيسا بيحرز من انفراد تام بحارس الشمس احمد ابراهيم، ويحرز الهدف في 13-6 في الدقيقه 21 من احداث الشوط الاول. فرق 7 اهداف. الحقيقه النادي الاهلي بيقدم مستوى متميز جدا بقياده مدربه القدير مستر ديفيز، ومعاه طبعا نجم الخبره الكبيره كابتن محمد ابراهيم، كابتن النادي الاهلي السابق وكابتن منتخب مصر. الحقيقه مقدمين اداء روعه جدا هذا الموسم. هنشوف وهنتابع اعزائي المشاهدين. 13-6 ما زالت النتيجه، دقيقه 21 من احداث الشوط الاول. يحاول فريق الشمس احمد سعد بيحاول يدخل بمهاره، او يمكن حاول بذكاء ان هو ياخد رمي 7 امتار، انما عمل فاول مهاجم. احمد خيري على التمرير وتصويبه، وفي القائم بترجع مره ثانيه لفريق الشمس. مرة تانية رقم 11 سيد طارق اللي بيمرر لعمر جمال، لأحمد سعد في الهاف، لعمر مرة تانية. تحضير للهجمة من خلال التمرير في الخط الخلفي، الهاف والباكين اللي بيعملوا تبديل مراكز حاليا. مرة تانية بيخش عمر وتصويبة، انما تصدي متميز جدا، تصويب متميز جدا. تصويبه طبعا عمر حجاج نجم كبير طبعا، ومسيره كبيره من عمر حجاج نجم النادي الاهلي السابق عمر حجاج. ما زالت النتيجه 13-6. دقيقه 22 من احداث الشوط الاول. مرة تانية على التمرير محسن رمضان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر للهاف. محسن مرة تانية لمحمد مجدي اللي بيروح في الليفت باك لخيري، وبيدخل وبياخد رمية حرة، رمية حرة لصالح محسن. احمد عادل على التمرير، احد نجوم منتخبنا الوطني، وتصدي رائع جدا 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 من احمد ابراهيم حارس نادي الشمس. وانذار هنا بيشير كابتن وائل حماده، انذار للاعب محمد ابو العطا رقم 99. مره ثانيه احمد خيري في الهاف، احمد خيري مره ثانيه اللي بياخد رميه حره. اشاره تحذيريه باللعب السلبي. احمد خيري بيعدي بمهاره كبيره جدا جدا جدا. الله الله، خبرات كبيره من النجم الدولي احمد خيري، عدى الحقيقه بمهاره وينفرد بحارس الشمس احمد ابراهيم
وبيحرز الهدف ل 14 6. تصبح النتيجة حتى الآن أعزائي المشاهدين دقيقة 24 من أحداث الشوط الأول، وتعليمات بقى من مستر ديفيد ديفيز لأحمد خيري. مرة تانية بيحاول الاختراق وتصدي أو الكرة التصويبة كانت خارج المرمى من اللاعب أحمد سعد لاعب نادي الشمس. مرة تانية خيري اللي بيمرن محسن رمضان. خيري مرة تانية هنشوف وهنتابع، ورمية 7 أمتار بيشير كابتن وائل حمادة. دخل أحمد خيري من ناحية الليفت باك، عمل المهارة والفنت وعدى، إنما كان في دفاع من الداخل هنا من اللاعب أحمد سعد لاعب فريق الشمس. على التصويب عمر سامي، عمر وفي القائم وبتخرج رمية جانب. لعبها بسرعة حارس المرمى أحمد إبراهيم. 14 6 ما زالت النتيجة. الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول. على التمرير فريق الشمس في الخط الخلفي. مرة تانية علي في الهاف، بيحاول فريق الشمس يعمل خلخلة لدفاعات النادي الأهلي لإيجاد ثغرة. وكان في تصويب هنا من خارج ال9 متر، إنما تخبط بقى في دفاعات النادي الأهلي وبتخرج رمية ركنية. محمد عبد العظيم يرجع مرة تانية لعلي السيد. علي اللي بيحاول يعمل تمريرة. الله 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 الله، تمريرة على ال6 متر لعمر اللي بيستلم الكرة بكل إتقان وبيحرز الهدف السابع. 14 7، فرق 7 أهداف. الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول. مرة تانية خيري في الهاف. أحمد عادل اللي بيحاول يعمل الدوران وينفرد بحارس الشمس الأهلي، إنما فعلا عدى وكان في المواجهة بشكل مباشر ويحصل على رمية 7 أمتار. وفي إيقاف هنا لمدة دقيقتين لمحمد أبو العطا اللي كان حصل على إنذار منذ دقائق. يحصل على إيقاف لمدة دقيقتين. سيسا على التصويب في مواجهة أحمد إبراهيم، وهدف. الهدف ال15 15 7 لصالح النادي الأهلي. الدقيقة 26. خمستاشر 7. تمرير في الخط الخلفي. علي أنيس لرقم 90 عمر حجاج. مرة تانية في الليفت وينج، إنما رمية حرة. عمر مرة تانية. خبرات كبيرة أكيد عمر ومسيرة كبيرة. مرة تانية عمر هيحاول يعدي بمهارة. إشارة تحذيرية باللعب السلبي من حكام اللقاء. مرة تانية في الرايت باك، رمية حرة. حاول يلعب كرة على ال6 متر، إنما دفاعات الأهلي سيسا الحقيقة عامل مباراة كبيرة جدا جدا الحقيقة. عمر مرة تانية هيحاول، وهدف. الله الله يا عمر، الله الله، خبرات كبيرة جدا جدا جدا. تلعب رمية الإرسال سريعا أحمد خيري، وهدف أحمد خيري. تمريرة كده هو ومحمد إبراهيم وينهوا الهجمة سريعا. الهدف في 16 8. الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول. ما زال النقص العددي لفريق نادي الشمس، 10 ثواني تقريبا ويكتملوا. مرة تانية محمد عادل في الهاف لعمر في الليفت باك. عمر مرة تانية اللي عنده حلول كتيرة. عمر الحقيقة عمر
انما سيسا بيعمل رميه حره. محمد محسن بيلعب الرميه الحره، اشاره تحذيريه باللعب السلبي زي ما حضراتكم متابعين معانا، وتصويب انما تصدي هنا من حارس الاهلي. مره تانية كرة من احمد عادل انما في القائم، وبترجع تاني لفريق الشمس. 16-8 النتيجة. تمرير عمر لعلي انيس في الهاف، بيخرج يستلم محمد محسن للدايره. عمر حجاج اللي بقول عنده حلول كتير قوي 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 قوي. يا سلام يا عمر، التصويب والهدف التاسع. 16-9. 16-9. محسن رمضان لاحمد خيري. احمد خيري مره تانية في الهاف لمحسن رمضان في الرايت باك لخيري، لمحسن مره تانية لاحمد خيري. احمد خيري لمحسن اللي هنشوفه وهنتابع، ومره تانية انما بيقطعها فريق الشمس اللي بيعمل هجمه سريعه، وبيرجع مره تانية عشان يبدا الهجمه من اول وجديد. عمر حجاج، عمر لسيد طارق. عمر مره تانية لعلي انيس في الهاف، طالع عليه سيسا بيدافع يحاول يقطع سير الكرة، انما علي بيحاول يعدي بمهاره. يا سلام يا علي، الله 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 يا ولد يا لعيب، بيعدي بمهاره عاليه جدا. واحمد خيري، يا احمد خيري، وتصويبه وتصدي، والمتابعه هنا من سيسا، انما تصدي من احمد ابراهيم، ورميه 7 امتار بيشير كابتن تشارل. رميه 7 امتار. وهنا اخر بقى لعبه في المباراه، سيسا وهدف. هدف سيسا لينتهي اعزائي المشاهدين الشوط الاول من مباراه النادي الاهلي ونادي الشمس بنتيجه 17-10 لصالح النادي الاهلي. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين، ونعود الى حضراتكم للبث المباشر للشوط الثاني لمباراه فريقي الاهلي والشمس. ابقوا معنا اعزائي المشاهدين.
مرة تانية أعزائي المشاهدين أحداث الشوط الثاني من مباراة فريقي النادي الأهلي ونادي الشمس. بداية سريعة من النادي الأهلي، إحراز للهدف 18 10 18-10، فرق 8 أهداف. شايفين فيه تغييرات يمكن الشوط الثاني من مستر ديفيز. مرة تانية إشارة تحذيرية باللعب السلبي من حكام اللقاء. بيحاول عمر وتمريرة على ال6 متر. يا سلام يا سلام على التمريرة والاستلام والهدف. هدف مميز جدا من اللاعب محمد عادل السيد، بيستلم الكرة على ال6 متر وبيحرز الهدف ال11 18-11 في ايقاف لمدة دقيقتين هنا لفريق النادي الاهلي. مستر ديفيد خرج حارس المرمى احمد ابراهيم وزود لاعب طبعا. مرة تانية التمرير، بيحاول وتمريرة على ال6 متر، انما ايه، رمية جزائية وايقاف للوقت وايقاف لمدة دقيقتين. ايقاف لمدة دقيقتين للاعب سيد طارق. رمية 7 أمتار. كاستيلو على التصويب. كاستيلو في مواجهة حارس الشمس. كاستيلو في العارضة، في العارضة كاستيلو. ما زالت النتيجة 18-11، نقص عددي للفريقين نتيجة الإيقاف لمدة دقيقتين. عمر حجاج في الهاف لمحمد عادل السيد في الرايت باك. عمر مرة تانية بيروح في الليفت باك وهيحاول عمر ومرة تانية وهدف. هدف محمد عادل السيد، بيستلم كرة عمر حجاج وبيدخل على طول، بيخترق دفاعات النادي الأهلي وبيحرز الهدف ال 12 18-12. تشجيع زي ما حضراتكم سامعين أعزائي المشاهدين، مشاهدي الصفحة الرسمية لدوري مصر لمحترفي كرة اليد، من بعض جماهير النادي الأهلي اللي متواجدة في الصالة المغطاة للنادي الأهلي. بيقطعها مرة تانية محمد عادل اللي بيقف على كورته، يبدأ هجمة من أول وجديد بقى. تبديلات فريق الشمس اللي لسه بيعاني من النقص العددي. محمد عادل مرة تانية محمد جمال. محمد جمال بيحاول محمد. الله 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 الله، التمريرة هنا والتصدي من محمد ابراهيم حارس النادي الاهلي. وعبد الرحمن يا ولد يا عبد الرحمن، خبرات كبيرة جدا جدا جدا. عبد الرحمن بيعدي بمهارة عالية وبينفرد بحارس الشمس وبيحرز الهدف 19-12. فرق 7 أهداف. واكتمل الآن أعزائي المشاهدين الفريقين. مرة تانية فريق الشمس اللي بيحاول بقى عمر. مرة تانية عمر حجاج وإشارة تحذيرية باللعب السلبي. بيحاول محمد عادل إنما بياخد رمية حرة محمد جمال. علي السيد، علي اللي بيحاول يعدي بمهارة وبيلاقيها علي، إنما تصدي من محمد إبراهيم. تصدي اللي عامل ماتش كبير الحقيقة لحد الدقيقة ال5 من أحداث الشوط الثاني. مرة تانية طبعا بينتهي اللعب السلبي بالتصويب على المرمى. مرة تانية علي لعمر.
عمر مره ثانيه اللي بيلعب الكره على 6 متر، انما قطع لسير الكره هنا وانفراد تام، انفراد وهدف. هدف الهدف ال20 لصالح النادي الاهلي 2012. 2012 الدقيقه الخامسه من احداث الشوط الثاني. تمرير في الخط الخلفي، عمر حجاج لعلي انيس. علي اللي بيحاول يمرر الكرة على بيعمل خداع، انما بيرجع مرة تانية لعمر، لعلي مرة تانية بيصوب انما خارج المرمى. رمية مرمى بيلعب بسرعة محمد ابراهيم. مرة تانية اللي بيحاول فريق الاهلي التصويب بقى عبد الرحمن. كابتن شان بيقول للاعيبه الاهلي اللعب يبقى ايجابي شويه ناحيه الجون، انما اشاره تحذيريه باللعب السلبي بقى. رفع حكام اللقاء 4 تمريرات مسموح بيهم، انما تمريره غير دقيقه بتخرج خارج المرمى. رميه جانب لعبها بسرعه ابو العطا اللي خرج عمل تبديل ونزل مكانه لاعب رقم 9 علي انيس. علي اللي بيلعب في الهاف. محمد عادل لعلي مره ثانيه بيخرج من على الدايره بيستلم عمر حجاج. عمر اللي بيعمل الفنت انما تصدي، كره جت في البلوك وفي ايقاف للوقت هنا. استدعاء للجهاز الطبي لفريق نادي الشمس. كابتن علي محمد علي، وايقاف لمده دقيقتين. ايقاف لمده دقيقتين. نقص عددي النادي الاهلي في الدقيقه 7 من احداث الشوط الثاني. 20-12 النتيجه لصالح النادي الاهلي. مره ثانيه عمر حجاج. عمر وتصدي من محمد ابراهيم اللي عامل ماتش روعه الحقيقه. محمد ابراهيم اللي بيلعب تمرير بقى، نازل النجم احمد عادل على الدايره يستلم الكره. مره ثانيه سيف بيلعب في الليفت باك وتصويبه وهدف. الله 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 على التصويب بمنتهى الدقه على يسار حارس الشمس، يحرز الهدف ال 21 صالح النادي الاهلي. 21-12 في الدقيقه الثامنه من احداث الشوط الثاني. 50 دقيقة 50 ثانية تقريبا ويكتمل فريق النادي الاهلي اللي بيعاني بنقص عددي حتى الان. وكرة هنا في الرايت وينج وبيلعبها بدقة في اقصى الزاوية اليمنى لحارس النادي الاهلي محمد ابراهيم، ويحرز الهدف 13 فريق نادي الشمس. 21-13. 21-13. سيف اللي نزل في الهاف. مرة تانية تحضير في الخط الخلفي ما بين الهاف والباكين، انما في دفاع متقدم من لاعبي فريق الشمس. تعليمات بقى من كابتن محيي عبد المنعم، اشاره تحذيريه باللعب السلبي. ورميه حره. رميه حره احمد عادل على التمرير. واكتمل الان النادي الاهلي ونزل محمد ابراهيم. مره ثانيه هنشوف التصويب وخارج المرمى. رميه مرمى على التمرير. مره ثانيه عمر حجاج. لعلي انيس. علي لمحمد عادل. لعلي مره ثانيه في الهاف لعمر حجاج اللي راح في الهاف كان في الليفت باك. ايقاف للوقت وايقاف لمده دقيقتين لسيف. ايقاف لمده دقيقتين. نقص عددي النادي الاهلي مره ثانيه. 21-13.
كابتن تشارل يشع منطقه اسيوط يشير لايقاف. مره ثانيه فريق الشمس اللي بيحاول ينهي الهجمه بشكل ايجابي. عمر حجاج، الله يا عمر، الله يا محمد، الله 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 على التصويب وعلى التصدي. محمد ابراهيم متالق النهارده الحقيقه. دايما النادي الاهلي الحقيقه بيخرج لمصر حراس متميزين جدا جدا. موجود طبعا عبد الرحمن طه وحميد، النهارده محمد ابراهيم، حراس على اعلى مستوى الحقيقه. مره ثانيه الاهلي، الله على الفلت، الله الله، انما التصدي ايه؟ التصدي بشكل متميز جدا من حارس الشمس اللي بيلعب على طول لعمر حجاج لاحمد سعد. احمد سعد مره ثانيه وايقاف للوقت. وفي هنا بقى اكيد هيبقى في قرار من كابتن وائل حماده وايقاف لمده دقيقتين. طبعا تصدى للكره بشكل غير قانوني بقدمه بقى، فتستوجب ايقاف لمده دقيقتين. نقص عددي لعدد 2 لاعبين من فريق النادي الاهلي. هنشوف وهنتابع مستر ديفيز هيتصرف ازاي. مرة تانية الهجمة، عمر حجاج، يا ولد يا عمر، انما ايه؟ كان واقف خارج الملعب، كرة كانت طويلة عليه الحقيقة، وكان خارج، استلم من خارج الملعب، وبالتالي رمية جانب اللاعب عمر يوسف رايت وينج لفريق نادي الشمس. مرة تانية 21-13 النتيجة حتى الآن. دفاع متقدم من فريق الشمس اللي بيحاول محسن رمضان. محسن يلعب مرة تانية، بيحاول يعمل فنت. كاستيلو بيحاول يعدي، الله على التمريرة، الله على التمريرة، إنما رمية حرة. كاستيلو الحقيقة بص بطرف عينيه كده ولعب الكرة على ال6 متر، إنما في رمية حرة هنا لصالح النادي الأهلي وإشارة تحذيرية باللعب السلبي. مرة تانية محسن رمضان وتصويب، وبتيجي في دفاعات فريق الشمس في تمريرتين مسموح بيهم للنادي الاهلي، بيشير كابتن وائل حماده. تمريرتين هنشوف وهنتابع، والتصويب وفي القائم ورميه مرمى. 20 ثانيه ويكتمل النادي الاهلي. مره ثانيه، الله 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 على قطع سير الكره هنا بشكل متميز جدا، انما المتابعه هنا بشكل رائع الحقيقه من اللاعب رقم 11 ليفت وينج لفريق الشمس سيد طارق، اللي بيعمل المتابعه بشكل متميز جدا، وبيستلم الكره وبيصوب في اقصى الزاويه اليسرى لمحمد ابراهيم، وبيحرز الهدف ال 14. 21-14 الدقيقه 13 من احداث الشوط الثاني. الله يا كاستيلو، الله يا كاستيلو. كاستيلو الحقيقه نجم نجم نجم، قدر ان هو ياخد مكان متميز جدا على خط 6 متر ويستلم الكرة ومن عبد الرحمن، وبيحرز الهدف ال 22-14 الدقيقة 13 من أحداث الشوط الثاني. 22-14 لصالح النادي الأهلي. فريق الشمس اللي بيعمل الهجمه وبيحاول يعمل جمله تكتيكيه، انما فاول مهاجم هنا. يشير كابتن وائل حماده، بيلعب على طول محمد ابراهيم، على طول لكاستيلو. هدف عمر خالد كاستيلو، بيستلم وبيحرز الهدف 23-14. تقدم للنادي الاهلي. كابتن محي مدرب نادي الشمس او المدير الفني نادي الشمس شاور لاعبته بتنفيذ جمله
معينه. علي انيس بيحاول علي، انما بيقطع سير الكره ورميه حره لصالح اللاعب عبد الرحمن ابراهيم رقم 66. على التمرير عمر اشرف لاعب الرميه الحره سريعا. مره ثانيه بيحاول يخترق، انما عبد الرحمن واقف له ايه. دفاعات متميزه الحقيقه من فريق النادي الاهلي. اشاره تحذيريه باللعب السلبي. مره ثانيه محمد عادل اللي بيحاول، اكيد هيكون في تصويب، انما رميه حره تيجي في قدم لاعب النادي الاهلي. تمريرتين بيشيل حكم اللقاء مسموح بيهم. عمر اشرف على التمرير. عمر مره لعبد الرحمن، مره ثانيه رميه حره وتمريره باقيه على حساب اللعب السلبي. مره ثانيه محمد عادل وتصويب، انما عبد الرحمن عامل البلوك بشكل متميز جدا. تتلعب بشكل سريع من محمد ابراهيم مع حارس النادي الاهلي. بنرجع مره ثانيه سيف بالهاف على التمرير. مره ثانيه لسيف في الرايت باك. 23-14 لصالح النادي الاهلي، ورميه حره. منتصف الشوط الثاني اعزائي المشاهدين، مشاهدي الصفحه الرسميه لدوري مصر لمحترفي كره اليد. الله 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 على التمرير، انما خارج المرمى. خارج المرمى. ما زالت النتيجه 23-14. محمد عادل في الرايت باك. مرة تانية لأحمد سعد. أحمد لعبد الرحمن عبد الخالق، أو عبد الرحمن إبراهيم بقى عبد الخالق. مرة تانية لمحمد عادل اللي بيحاول، عادل بيمرر الكرة كده اللي بتروح للرايت وينج، وتمريرة على ال6 متر اللي بيحاول يستحوذ على كورته عمر أشرف، إنما دفاع متميز من النادي الأهلي وإيقاف للوقت من حكام اللقاء واستدعاء بقى لتجفيف أرضية الملعب. دقيقة 17 16 دقيقة و7 ثواني، بداية الدقيقة 17 من أحداث الشوط الثاني. 23-14 لصالح النادي الأهلي في المباراة اللي بتجمع بين النادي الأهلي ونادي الشمس في إطار الجولة الخامسة لدوري مصر لمحترفي كرة اليد رجال. إشارة تحذيرية باللاعب السلبي أحمد سعد اللي بيلعب وتصويبة، الله يا ولد، إنما محمد إبراهيم على مرتين بتميز جدا. محمد إبراهيم بيلعب لسيف اللي بيمرر سريعا الكرة الخيري اللي نزل مرة تانية. خيري لسيف، إنما بتيجي في قدمه ورمية حرة لصالح فريق الشمس للليفت للرايت وينج لأحمد سعد مرة تانية. أحمد سعد رقم 65 لمحمد عادل رايت باك. أحمد سعد محمد عادل. مرة تانية بيحاولوا تحضير بقى وإيجاد ثغرة في دفاعات النادي الأهلي القوي جدا، ورمية جزائية بيشير كابتن تشار. رمية جزائية. يكلم أحمد خيري إن كان في دفاع من داخل ال6 متر من أحمد خيري. هنشوف وهنتابع محمد عادل في مواجهة محمد إبراهيم. محمد عادل أحد اللاعبين المميزين لفريق نادي الشمس، بيحرز الهدف ال15. 23-15 لصالح النادي الأهلي. دقيقة 18 من أحداث الشوط الثاني. نازل أحمد عادل على الدايرة، وأحمد خيري في الهاف، محسن رمضان في الرايت باك. هنشوف وهنتابع. أحمد خيري مرة تانية بيحاول يعمل بالمهارة ويعدي بمهارة كبيرة جدا جدا جدا
احمد خيري احد نجوم مصر الكبار. احمد خيري بيعدي بمهاره وبيحرز الهدف ال 24 لصالح النادي الاهلي. دقيقه 19 من احداث الشوط الثاني. مره ثانيه عبد الرحمن اللي بيحاول يعدي، انما كابتن وائل حماده بيقول له قوم. احمد سعد، محمد عادل مره ثانيه. محمد عادل بيرجع بياخد كورته في الهاف وبيحاول يعدي، انما عبد الرحمن واقف بشكل متميز جدا ودفاع بشكل رائع الحقيقه. رميه حره واشاره تحذيريه باللعب السلبي. عبد الرحمن مره ثانيه. عبد الرحمن ابراهيم. عمر اشرف على تمرير. عبد الرحمن بيحاول يعدي انما بيخطف الكره. عبد الرحمن فيصل مره ثانيه لكاستيلو واحمد خيري، وهنشوف انهاء الهجمه انما بيوقفوا بشكل متميز جدا محمد عادل السيد لاعب فريق نادي الشمس. بيقدر ان هو يوقف الهجمه السريعه اللي كان بيقودها اللاعب الدولي احمد خيري، اللي بيحاول مره ثانيه المحسن رمضان لكاستيلو اللي بيروح في الرايت باك وبيرجع مره ثانيه، بيرجع مكانه بقى الرئيسي. واحمد خيري، يا سلام يا خيري، يا سلام يا ولد يا لعيب يا حريف. عدى بمهاره عاليه جدا 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 وبيحرز الهدف ال 15 لصالح نادي الاهلي. دقيقه 21 من احداث الشوط الثاني، وبيطلب هنا وقت مستقطع كابتن محيي عبد المنعم المدير الفني لفريق نادي الشمس. واثناء الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين بنذكر حضراتكم بمتابعتنا من خلال الصفحه الرسميه لدوري مصر المحترف في كره اليد بمتابعه النهارده 3 مباريات او 6 مباريات بقى بننقلهم لحضراتكم. الحقيقه مجهود كبير بيقوم بيه مجموعه البث المباشر تحت قياده اللجنه العليا طبعا لدوري مصر المحترف في كره اليد برئاسه المهندس عاصم السعداني رئيس اللجنه العليا. فريق المصورين طبعا فريق الاخراج اندرو ادوارد واندي ايوب من صاله النادي الاهلي، وفي محمد بهجت من صاله الزمالك، وليه السشتاوي من صاله طلائع الجيش. الزملاء الاعزاء طبعا اللي بيقوموا بدورهم بشكل متميز جدا لنقل المباريات اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي. 6 مباريات بننقلهم لحضراتكم النهارده. بنتمنى اكيد ان احنا ننول رضا حضراتكم بتغطيه اكبر قدر من مباريات دوري المحترفين المصري للرجال وللمرتبط مواليد 2006. ايقاف للوقت اعزائي المشاهدين من حكام اللقاء لمتابعه اصابه لاعب نادي الشمس اللي بنتمنى بالسلامه اكيد طبعا. تشجيع زي ما حضراتكم سامعين من بعض الجماهير القليله من فريق النادي، جماهير فريق النادي الاهلي طبعا، انما تشجيع بشكل حماسي الحقيقه. دقيقة 21 من أحداث الشوط الثاني. سكور 25-15، فرق 10 أهداف لصالح فريق النادي الأهلي. مرة تانية أعزائي المشاهدين هنستأنف لقائنا بعد يمكن تجفيف أرضية الملعب بعد الإصابة. الحمد لله قام بسلامة الله لاعب فريق نادي الشمس. عمر حجاج بقى على التمرير
هنستأنف لقائنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، مشاهدي البث المباشر على الصفحة الرسمية لدوري مصر لمحترفي كرة اليد، ولقاء فريقي الأهلي والشمس في الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين المصري. نستأنف اللقاء مرة تانية. عمر حجاج بيمرر لأحمد سعد في الهاف، لعمر مرة تانية في الليفت باك، بيخرج يستلم عمر أشرف للدايرة، يحاول يعدي أحمد سعد العبد الرحمن اللي بيحاول يخترق أو ياخد رمي 7 أمتار، إنما رمية حرة. دفاع طبعا كان خارج 6 متر، بالتالي رمية حرة بتتلعب بسرعة. أحمد سعد، أحمد لعمر حجاج، عمر اللي بيحاول يصوب انما البلوك بشكل متميز جدا من احمد خيري. واقع على الارض عمر حجاج اللي بنتمنى له السلامه طبعا وايقاف للوقت. استدعاء الجهاز الطبي لفريق نادي الشمس، كابتن علي محمد علي، كابتن محيي، كابتن عمر حجاج او عمر حجاج لاعب فريق نادي الشمس طبعا خبرات كبيره، بنتمنى له السلامه. بتمنوا عليه لاعبي فريق نادي الاهلي عبد الرحمن واحمد خيري رايحين للاطمئنان، ان شاء الله يقوم بالسلامه. نتمنى لجميع اللاعبين المصريين للعبتنا الحبيبه كره اليد السلامه دائما وابدا باذن الله. قام بسلامه الله عمر حجاج. وخارج لاستكمال بقى العلاج من قبل اخصائي اصابات الملاعب كابتن علي محمد علي فريق نادي الشمس. مره ثانيه اعزائي المشاهدين بنستأنف لقائنا. كانت رميه حره لصالح فريق الشمس، ونزل رقم 4 محمد اسامه مكان عمر حجاج اللي بنتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله يقوم بالسلامه. اشاره تحذيريه هنا باللاعب السلبي عبد الرحمن اللي بيحاول يعدي، والكره في الرايت وينج. انما مره ثانيه احمد سعد يشاور كابتن شارلي ان في تمريره واحده بس على حساب اللاعب السلبي. مره ثانيه احمد سعد بيحاول يمرر تمريره وحيده ايضا. لازم هيكون في تصويب، اي تمرير ثاني هيكون في احتساب وهدف، انما عمل 4 خطوات بيحتسب كابتن تشارل ان في هنا 4 خطوات، وبالتالي رميه حره لصالح فريق الشمس. تمريره وحيده ايضا. مره ثانيه احمد سعد وفاول مهاجم على احمد سعد، فاول عكسي تتلعب بسرعه لفريق النادي الاهلي اللي بيخش ويخترق. محمد مجدي امام اللي عامل مباراه متميزه النهارده الحقيقه، ليفت باك لفريق النادي الاهلي اللي بيلعب لمحسن رمضان. محسن مره ثانيه لاحمد خيري، لمحسن اللي راح في الرايت باك لاحمد خيري. مره ثانيه لمحسن، احمد خيري لاحمد مجدي امام. مجدي امام اللي بيسقط الكره كده على الدايره لاحمد عادل، انما تصدي متميز جدا جدا من حارس فريق الشمس اللي تصدى لكره احمد عادل بشكل متميز الحقيقه. ما زالت النتيجه 25-15، الدقيقه 24 من احداث الشوط الثاني. تقدم لفريق النادي الاهلي. مره ثانيه فريق الشمس اللي بيحاول احمد سعد اللي بيعدي ويصوب كده وبيحرز الهدف ال16. احمد سعد احد اللاعبين المميزين لفريق الشمس، عامل مباراه كبيره الحقيقه النهارده. مره ثانيه احمد خيري في الهاف لمحسن رمضان، لمجدي امام. محمد مجدي امام
اللي بيلعب لمحسن رمضان اللي بيخترق وبيصوب على يسار الحارس بشكل متميز جدا. محسن رمضان نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني للرجال طبعا. محسن رمضان بيحرز الهدف 26-16. نلعب في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الثاني. مرة تانية فريق الشمس اللي يمكن برضو خروج عمر حجاج يمكن واحد من نجوم الفريق طبعا. عمر حجاج نتمنى له الشفاء أكيد طبعا. عمر حجاج مرة تانية. عمر أشرف على التصويب وهدف. هدف مميز جدا من اللاعب علي أنيس. 26-17 الهجمة مع النادي الأهلي. محسن رمضان وخارج المرمى. خارج المرمى وبيحاول هنا يعمل الهجمة السريعة. الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وقف على كورته بشكل متميز جدا في الهواء الحقيقة عمر يوسف وأحرز بشكل متميز. عمر الهدف 18 26-18 الدقيقة 26 من أحداث الشوط الثاني. 26-18 لصالح النادي الأهلي. وتصويبة هنا من محسن رمضان بخبرات كبيرة جدا أيضا. محسن رمضان أحرز هدف مميز 27-18 فرق 9 أهداف لصالح النادي الأهلي. مرة تانية فريق الشمس اللي بيحاول ينهي الهجمة بشكل إيجابي إنما يقطع سير الكرة بشكل متميز الحقيقة. دفاعات النادي الأهلي وكاستيلو دخل بمنتهى القوة كده إنما بيشيل كابتن شارل إن هو دخل منطقة 6 متر وبيحاول يخترق إنما رمية حرة لصالح فريق الشمس اللي دخل من ناحية اليسار. اللاعب علي أنيس أحد الخبرات اللي موجودة داخل الملعب فريق نادي الشمس طبعا. لعمر أشرف لعلي أنيس مرة تانية لعمر يوسف اللي عامل ماتش كويس النهارده. عمر مرة تانية بيحاول إنما محسن رمضان بقى يقطع سير الكرة ورمية حرة لصالح فريق الشمس. عمر أشرف مرة تانية بيحاول فريق الشمس إن هو ينهي الهجمة بشكل إيجابي إنما بتوصل للحارس محمد إبراهيم. لأحمد خيري اللي بيحاول يعمل الهجمة سريعة. الله 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 الله. أحمد خيري بيدي هدية لياسر سيف على 6 متر وبيصوب وبيحرز الهدف 28. ياسر سيف أحد نجوم اللقاء النهارده. ياسر الحقيقة 28-18 لصالح النادي الأهلي. الدقيقة 28 من أحداث الشوط الثاني. الأهلي بيلعب دفاع متقدم بيحاول يقطع سير الكرة بقى وتصويبة وتصدي من محمد إبراهيم. كانت تصويبة من عمر أشرف لاعب فريق الشمس. في إيقاف للوقت هنا. حكم لقائنا كابتن وائل حمادة. منطقة أسيوط طبعا كابتن وائل وكابتن تشار من الحكام المتميزين تعتمد عليهم اللجنة العليا للحكام طبعا برئاسة كابتن مصطفى المعاملي اللي بنتمنى له كل التوفيق في إدارة المنظومة التحكيمية للموسم الجديد إن شاء الله 2023-2024. كل التوفيق طبعا حكم دولي قدير كابتن مصطفى المعاملي. 28-18 أعزائي المشاهدين النتيجة حتى الآن فرق 10 أهداف. نلعب في الدقيقة 28 كرة لكاستيلو. الله 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 إنما تصدي متميز جدا. تصدي متميز جدا 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 من حارس الشمس. تصدي رائع الحقيقة. مرة تانية أعزائي المشاهدين عمر يوسف على التمرير بيلعب أنيس اللي بيرجع رقم 4. لاعب محمد أسامة بيستلم ويوسف عمر يوسف بيستلم الكرة في الرايت وينج وبيحرز على يمين محمد إبراهيم. يحرز الهدف 19 28-19 لصالح النادي الأهلي.
بيحاول يعدي مره ثانيه محمد مجدي امام اللي عامل ماتش متميز جدا النهارده. محمد مجدي امام، ياسر سيف لمجدي امام. الله الله يا مجدي، الله الله. عمر كاستيلو على ال6 متر بيستلم هديه وبيحرز الهدف ال 29 19 في الدقيقه 30، اول الدقيقه 30 من احداث الشوط الثاني. نهايه اللقاء اعزائي المشاهدين، مشاهدي البث المباشر للصفحه الرسميه لدوري مصر لمحترفي كره اليد. اخر 30 ثانيه تقريبا اعزائي المشاهدين، هنشوف وهنتابع. وفي هنا فاول عكسي بيشير كابتن وائل حماده، وفاول رميه حره لصالح احمد خيري. بيلعبها بسرعه لمحمد مجدي امام، لاحمد خيري مره ثانيه. خيري لامام، محمد مجدي امام اللي بيعدي بمهاره. يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد، يا سلام عليك. مزيكا محمد مجدي امام الحقيقه عدى بمهاره، بيختتم الشوط بينهي الهجمه محمد مجدي امام المنتقل من نادي سموحه هذا الموسم، وبينهي اللقاء بهدف متميز محمد مجدي امام لتصبح النتيجه 30 19 لصالح النادي الاهلي. انتهاء طبعا لاحداث لقاء فريقي النادي الاهلي.